السلام عليكم، تحياتي لكم، مرحبا بكم من جديد. اليوم سنتحدث عن غلاء أسعار اللحوم أو توقعات بأن غادي يكون واحد الموجة نتاع الغلاء في شهر رمضان، خاصة في أسعار اللحوم الحمراء. شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف الأسواق المغربية ارتفاعا مهولا، حيث ارتفع سعرها بحوالي 70%. وفي ذات السياق نقلت مصادر صحفية أن نائب الكاتب العام لبائع اللحوم الحمراء بالتقسيط بجهة الدار البيضاء سطات أكد أن أسعار اللحوم الحمراء انتقلت من 60 إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، سواء تعلق الأمر بلحم الخروف أو العجل. وأوضح المهني ذاته أن أسعار اللحوم بالمناطق الراقية بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش تتراوح ما بين 100 و 120 درهم للكيلوغرام الواحد. كما أكد المتحدث نفسه أن أسعار اللحوم الحمراء بالجملة انتقلت من 55 إلى 85 درهم بالنسبة للحم العجل، في حين وصل سعر لحم الخروف بالجملة ل 90 درهم للكيلوغرام الواحد. وتوقع الكاتب العام ذاته أن تصل أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المقبل إلى 150 درهم، ما سيجعل الإنسان البسيط يستغني عن اقتناء اللحوم الحمراء خلال هذا الشهر الفضيل. المتحدث ذاته كشف أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سيدفع المواطنين لاقتناء لحم الدجاج، حيث سيكون هناك ضغط كبير على هذه المادة، ما سيؤدي أيضا إلى ارتفاعها بشكل مهول خلال الأيام المقبلة. كما أفاد أنه سبق لبائع اللحوم بالتقسيط أن حذروا وزارة الفلاحة من هذا الأمر، حيث توقعوا قبل 4 سنوات وصول أسعار اللحوم إلى 100 درهم لكن دون جدوى. المتحدث ذاته قال إنه يجب على وزارة الفلاحة إعادة النظر في دفتر التحملات، ويجب استيراد الأبقار المعدة للذبح من دول أخرى مثل البرازيل والنمسا وأوروبا الشرقية. كما شفتوا، الله يحسن عون المسكين، موجة غلاء جديدة ستكون في شهر رمضان، يعني هذه توقعات فقط. لكن هنا كنسولوا الحكومة شنو الدور ديالها باش تواجه هذه الأزمة الغلاء، لأنها كانت سبق وأن قالت أن الغلاء لا يشمل المواد الأساسية بحال اللحوم والخضر والفواكه، لكن هناك موجة غلاء، يعني غلاء اللحم، غلاء مجموعة من الخضر والفواكه قبل شهر رمضان، وإحنا كنتسنوا أنها دير شي إجراء باش تنقذ المواطن البسيط من غلاء الأسعار. فهما كيتحدثوا على الدولة الاجتماعية على أنهم غادي يديروا سجل اجتماعي ويدعموا الفئات الهشة. هذا الغلاء لم يفرق لا بين طبقة وسطى ولا طبقة فقيرة. احنا نتمنى أن الأمطار تسقط بكثرة في شهر فبراير ومارس، وإن شاء الله يكون الخير. وكذلك يجب على الحكومة التدخل، لأن عدم التدخل ديالها سيفقدها المصداقية وسيجعلها أمام امتحان عسير خلال السنوات المقبلة أو خلال الأشهر المقبلة. تحياتي لكم.